اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا صباح الفل ويا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني دلوقتي. تعالوا بقى النهارده اقول لكم ايه. انا عزمت اهلي على ايه النهارده. قلت بقى اعمل سفره كده حلوه، يبقى كل واحد ياخد السرفيس بتاعه من غير بقى ولا حلال كتير ولا عك كتير ولا الكلام ده كله. قلت اعمل ايه، اعمل كده ايه شويه مشاوي حلوين. الاول عملت ايه، عملت اللهم صل على النبي. عملت زي ما انتم شايفين كده بالظبط اسمه ايه، بابا غنوج. جبت اتنين فلفلتين ايه يا زوزو، صح صح. الصيام يا جماعه معلش. جبت بتنجانتين رومي كده وشوحتهم على النار، شويتهم على النار وبعد كده حطيتهم زي ما انتم شايفين. حطيت تومه، ملح، كمون، وشويه فلفل اسمر صغيرين، وحطيت كمان شويه زيت وشويه طحينه. خلاص هديهم بقى تقليبه كده على بعض وخلاص كده. احلى بابا غنوج ممكن. لو حابه بقى اي اضافات، فلفل رومي مشوي، طماطم مشويه، الحاجات دي كلها، او بصله مشويه اللي يريحك. بصراحه بحبه بتنجان وبس، حتى الطحينه مش بكترها عشان ببقى عايزه ادوق طعم البتنجان. خلاص كده خلاص كده، ركناها على جنب. وتعالوا بقى ايه، نعمل احلى تتبيله فراخ مشويه. انا جبت الفراخ عندي زي ما انتم شايفين وبحب اغسلها كده على ميه جاريه. انا بقى هقطعها، وبعد ما اقطعها هحطها في الطبق زي ما انتم شايفين. ملح بقى وليمون وميه. طبعا غسلتها الغسله التمام، ولازم تتنقع في ملح كتير وليمون. انا من الناس اللي ما بحبش احط خل على الفراخ. خلاص، هو الليمون والملح يكفوا. ولا ملح ده كمان خشن، مش ملح ايه ناعم. خلاص هعصر بقى الليمون كده. كل سنه وانتم طيبين. انا بصراحه قلت بقى ايه، اديكوا افكار كده يعني ايه. للعزومات ممكن تعملها في في اي وقت، مش شرط رمضان بس. حبيت بقى ان احنا ايه، صراحة، آه الطواجن اتعملت والطبيخ اتعمل، فاهمين يعني، الواحد زهق. فانا قلت النهارده بقى بلاش لغوصه وبلاش الكلام ده كله. انا اعمل لهم حاجه ايه، كل واحد ياخد السرفيس بتاعه كده، حاجه كده ايه، اكنهم في مطعم يعني. خلاص زي ما انتم شايفين، حطيت الملح والليمون ونقعت الميه، وانا زودتها ميه وهسيبها كده منقوعه شويه. ودول بقى كام بصلايه كده، لزوم ايه، لزوم الكفته ولزوم الفراخ. تعالوا نعمل اول تتبيله الفراخ. انا جبت طماطميتين وبصلتين وملح وفلفل وصويا صوص، وجبت تتبيله توابل ديت اللي هي جاهزه. خلاص. انا قلت بقى النهارده عشان في ناس كتير، ناس كتير ما عندهاش الثوم البودرة والبصل البودرة والقرفة والحبان والحاجات دي كلها، ماشي، ما بتستعملهاش كتير فما بتجيبهاش. في بيوت مننا يا جماعة ما فيهاش الا الملح والفلفل والكمون بس. فدي خلطة ممكن تشتريها جاهزة من عند العطار او من السوبر ماركت. خلاص. هننزل بالبصل كده افرمه هو الاول. هتاخدي بقى تتبيلة فراخ مشوية حكاية. هفرم بس البصل الاول وانعمه، وبعد كده هنزل بالطماطم. الكاميرا بتمشي يا جماعة، عادي عادي. وشوية صويا صوص. صويا صوص ده بقى بيودي المشويات في حتة تانية خالص، بيدي الحاجات المشوية طعم تحفة. انا عايزة اقول لكم بقى احلى فراخ مشوية تعمليها اللي بتكون متفرزنة. دي شوية خل، اللي بتكون متفرزنة فرزنيها قبلها بفترة. حطيها بقى قبلها بكام يوم كده في الفريزر، هتديكي لحم طري وناعم وجميل. شوية زيت. يبقى احنا نزلنا بالبصل والطماطم والخل والزيت، وكمان نزلت بنص ليمونه زي ما انتم شايفين بحالها. وهاخد نص الكيس ده على كل التوابل دي على كل الفراخ دي هنزل بس كده بالنص كده وخلاص، انا مش عايزه اكتر من كده، وملح وفلفل. وعلى فكره، لو انت حتى ما عندكيش التوابل وما عندكيش الا الملح والفلفل، برضه هتطلع من ايديك زي العسل، عشان انت واقفه عاملاها بحب وفرحه كده، فالاكل بيطلع حلو قوي. هو ده النفس يا جماعه، ان انت تعملي الاكل بحب. طبعا كل التتبيله هحطها على كل الفراخ وهركنها على جنب. تعالوا بقى نعمل ايه، هنعمل فراخ مشويه. انا هنا جبت كيلو لحمه مفرومه، وجبت معاها ربع كفته ضاني من عند من بتاع من الجزار، او من اللي بيبيع اللحوم. ربع كفته ضاني على كيلو لحمه مفرومه، ملح فلفل نشا. وجبت نفس الخلطه وبيكنج باودر. البيكنج باودر بيودي الكفته في حته تانية خالص. كل ده هحطه فوق بعضه معاه. بصل زي ما انتم شايفين، بصل انا مصفياه من الميه،
حطاه في المصفى كده عشان ينزل كل الميه بتاعته. تمام كده، تمام كده. حطيت كله فوق بعض، التوابل والملح والفلفل والنشا والبيكنج باودر والبصل واللحمه، كله ده تتقلب في بعضه واتركن. يبقى انا تبلت الفراخ وتبلت الكفته. قلت بقى اعمل لهم حلو كده، جبت قطايف جاهزه ما عملتهاش في البيت المره دي، وكده كده عندي المكسرات وعندي الزبيب. قلت يلا بقى اعملها ونشتغل ايه وكمان الجوز هند. خلاص. انا مش عملت كل حاجه بتفاصيلها معاكم في الفيديو، لان كل حاجه انا كنت عامله لها فيديو منفصل لوحده. خلاص. القطايف دي انا عامله لها فيديو منفصل لوحده اصلا، عملتها من اول العجينه. هنا هعمل الرز، حطيت الماده الدهنيه بتاعتي سمنه وزيت، او زبده وزيت، ونزلت بكاري كركم لومي قرفه وسنه بودره زعفران. خلاص. هديهم بس كده تقليبه مع بعض زي ما انتم شايفين، وهنزل بالرز بتاعي. انا هنا خلطه رز بسمتي مع رز العادي. بصراحه رحت لقيت الكيلو الرز البسمتي ب70 جنيه، يا نهار ابيض. طب انا اعمل ايه؟ رحت جبت كيلو وخلطت عليه الرز العادي. خلاص شغال، مش هقولك اي حاجه. وبعد ما السمنه اتقدحت نزلت عليه بالرز وقلبته كده، وجبت برضو توابل كبسه عشان لو ما عندكيش الكاري والكركم واللومي والقرفة والحاجات دي كلها، هيبقى تجيبي التوابل دي هتستعمليها حلوة قوي. شوحت الرز كويس ونزلت عليه بالمية المغلية. الرز البسمتي، كوباية الرز البسمتي بتاخد كوباية ونص مية وممكن كوباية وربع. خلاص. وسبته بقى يا دوبك هيشرب، وبعد ما يشرب هدي عليه النار لحد ما يستوي. ادي الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. التتبيله دي بقى انا عملتها قبلها بثلاث اربع ساعات، يفضل انت بقى تخليها قبلها بيوم، هتديكي نتيجه احلى وافضل. ورصيتها في الصاج زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وادخلها الفرن. انا من الناس اللي ما بحبش ادي صدمه على الشوايه ولا الكلام ده، بحب ادخل الفرن على طول. بص هنا رز الشرب، هقلبه وهدي عليه النار لحد ما يستوي. انا من الناس اللي ما بتحبش تدي تشويحه، يعني ماما بتحب تدي الفراخ صدمه على الشوايه، انا لا، بحب ادخلها الفرن كده على طول. وادي القطايف بتاعتنا، طبعا كنت حطاها في الكيس عشان ما تنشفش. هقليها بقى، وكده كده انا كنت عامله الشربات وكنت عاملاه معاكم قبل كده، هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا دايما بعمل الشربات ده واشيله عندي ايه، في التلاجة. خلاص زي ما انتم شايفين كده هقليها، وبعد ما تتقلي هتتحط في العسل بتاعها واصفيها. كده عملنا ايه؟ عملنا الرز، عملنا وتبلنا الفراخ، وتبلنا الكفته، وعملنا كمان القطايف بنقلها. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم كل ده انا عملته في يوم واحد. السمبوسه الحاجه الوحيده اللي انا كنت قبلها بيوم في السحور، قعدت كده ايه حشيتها وشلتها زي ما انتم شايفين كده. بين كل حبه وحبه بحط اللهم صل على النبي كيس نايلون. كنت عاملاها باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم كانت تحفه. انت بقى عايزه تعمليها بقى حشو جبن، حشو اي حاجه تانية براحتك. وادي القطايف بتاعتي شايفين لونها وجمالها تحفه. تمام كده. وهنا احطها في العسل وبصفيها، بحطها في مصفى زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم كل ده عملته في يوم واحد. يعني انا اصلا عارفه العزومه قبلها بثلاث اربع ايام، وحصلت عندي ظروف ان شاء الله هقولها لكم في فيديو تاني. هي دي اللي خلتني معرفتش ان انا احضر قبلها بيوم. بصي القطايف شايفين، تخيلوا بقى انتوا لو اشتريتوا طبق زي ده من بره هتشتروه بكام؟ انما انت ممكن تشتريها من عند الكنفاني او من السوبر ماركت، وبرضو بيبيعوها بتوع الحلويات. وتعملها في البيت بتبقى جميل. وخلصنا السمبوسه كمان وايدي الفراخ، شايفين جمالها وحلاوتها. تعالوا بقى اوريكم كمان. عملنا الكفته، برضو الكفته انا صبعتها ودخلتها ايه الفرن. ودي السمبوسه بتاعتنا، اوريكم بقى جمال الكفته بعد ما طلعت من الفرن. شايفين بقى الجمال والحلاوه. تعالوا بقى اقول لكم انا غرفت، عملت لكل واحد سيرفيس كده لوحده. استنى هنفتح لكم الاضاءه كده عشان تشوفوا. شايفين كفته حياتي دي ولا مش كفته حياتي؟ اقول لكم انا عملت الطبق ازاي. انا بعمل بوله كده فيها رز زي ما انتم شايفين، وكل واحد بحط له ربع فرخه، وبحط صباع كفته، واتنين سمبوسه. طبعا بقى انا كده كده كنت عامله السلطه، عامله سلطه طماطم وسلطه البابا غنوج اللي احنا كنا عاملينها، وسلطه الطحينه. شايفين بقى الطبق بيشهي وجميل ازاي.
حلو قوي. طبعا ده هيتاكل هيتنسف، انما في الصيام هنحط بقى طبيخ، هنحط حاجات كتير، لا. جربي كده في اي عزومه عندك، سيبكم من الصيام، لا اي عزومه عندك اعملي حاجه زي كده. انا دايما يا جماعه بحب اعمل الحاجات دي، وكنت نفسي كمان اعمل جلاش. جلاش بقى باللحمه المفرومه جنبهم، تحفه. شايفين لون الرز عامل ازاي وجميل. وبعد الاكل بقى شربنا شاي، وبعد الشاي كلنا فاكهه، وبعد الفاكهه قدمنا القطايف، وبعد القطايف الحمد لله بفضل الله كان خير ربنا كتير، والحمد لله. بعديها رحت المستشفى وعملت عمليه. اقول لكم كل التفاصيل في فيديو تاني. اتمنى اكون افدتكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا جدا، ورسالة تكبر بيكم. سيبكم في رعايه الله. السلام عليكم.